تم الاتفاق على اختيار ابن سيناء الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس الاتحاد القبائل العربية. شيخ مشايخ اتحاد القبائل العربية في سيناء، من السجن لواحد من أهم رجال الأعمال في مصر، ومن سالم المسلمي في فيلم المصلحة لموكب ولا مواكب الملوك. بيقابل رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وبيقعد مع أهم رجال الأعمال في مصر. صاحب المنسي وكان قائد فصيلة معاه، وجوز بنته يبقى الشيخ سالم اللي اتقتل في سيناء في محاربة الإرهاب. مصطفى بكري بيعتبر نفسه مستشاره الإعلامي وماشي معاه في كل حتة بيهتف باسمه. السوشيال ميديا مقلوبة عليه وبتتكلم عن علاقته بصبري نخنوخ ولؤي دعبس. الحاج إبراهيم العرجاني، يا ترى مين هو؟ وليه تصدر مواقع السوشيال ميديا في الأيام اللي فاتت؟ وإيه السبب في كل اللي هو وصله دلوقتي؟ بيعتبر واحد من أبرز الشخصيات السياسية والاجتماعية في مصر وخصوصا في سيناء. اتولد سنة 1971 في مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، ويعتبر شيخ من أهم مشايخ قبيلة الترابين أكبر عائلتها. سنه دلوقتي 53 سنة، وتعين في 2022 ببيان رئاسي كعضو للجهاز الوطني لتنمية سيناء. العرجاني محدش يعرف حاجة عن أسرته ولا مراته، وبعدهم عن الإعلام خالص وما بيتكلمش عنهم، لكن ابنه الكابتن عصام العرجاني دايما بيظهر معاه في كل لقاءاته، وخصوصا في موكبه وهو اللي بيسوق له عربيته. وجوز بنته يبقى الشيخ سالم اللي اتقتل في سيناء في محاربة الإرهاب، واللي ظهر في فيلم الاختيار وكان بيجسد دوره الفنان محمد دياب. العرجاني كان بيشارك مع سالم والمنسي في الحرب في سيناء، وكان بيلبس الزي العسكري ويتصور هو والمنسي جوه الكتيبة في سيناء. علاقاته كتير، وحبايبه صبري نخنوخ ولؤي دعبس ملوك البلطجة في مصر. مصطفى بكري مستشاره الإعلامي ومتحدث باسمه، وبيطلع في كل البرامج يتكلم عنه وعن إنجازاته. على الشيخ إبراهيم العرجاني، والراجل ده بيتعرض لحملات مبنهجة من المتآمرين الخونة اللي عايزين ينتقموا منه بالإساءة إليه عشان اتحاد قبائل سيناء. وعمرو أديب قال له انتوا علاقتكم ببعض قوية قوي. العرجاني حكايته بدأت في 2008 لما قوات الأمن في سيناء بدأت تبحث وتدور عن الراس الكبيرة في سيناء والعقل المدبر لتجارة المخدرات هناك. وفي واحدة من المطاردات اللي اتقتل فيها 3 من قبيلة الترابين، اتخطف مجموعة من قوات الأمن في الصحراء عشان محدش يعرف لهم طريق، واتقتلوا كلهم واتحطت جثثهم فوق جبل من جبال سيناء. وكان المتهم في الحكاية دي كلها إبراهيم العرجاني، شيخ قبيلة الترابين، واللي كان أخوه واحد من ال3 اللي اتقتلوا في المطاردة دي. بس اتقبض عليه واتحكم عليه بالسجن 2 وفضل 6 شهور منهم في زنزانة انفرادي شاف فيها اللي محدش شافه، وجاله جلطة وشلل نصفي لحد ما قدر ان هو يهرب من السجن بطريقة محدش فاهمها لحد دلوقتي. واختفى العرجاني لفترة طويلة، وبعدها ظهر في 2014 في اجتماع وزير الدفاع بكبار شيوخ سيناء، واللي كان وسطهم إبراهيم العرجاني. وبعدها بكام سنة بقى العرجاني رئيس شركة مصر سيناء للاستثمار، اللي كانت أول استثمار يحصل ما بين الدولة ورجال الأعمال، واللي تحول اسمها بعد كده للعرجاني جروب، وبقت بتشارك الدولة في مشاريع كتير جدا جوه وبره سيناء، وبقت الشركة الوحيدة اللي تقدر تدخل مواد بنا في سيناء. عشان كده استغل الفرصة في انه يعمل انجازات كبيرة، وبدأ يبني ويعمر في سيناء، وده في سبيل انه يكسب سلطة اكتر وفلوس اكتر. ولما بدأت حرب الإرهاب في 2015 أسس العرجاني اتحاد قبائل سيناء، ولم القبائل كلها واداهم سلاح وذخيرة، ودعا كل الشباب في سيناء عشان يشاركوا في الحرب ويساعدوا الجيش في عملياته ضد الإرهاب. وطبعا من بعدها علاقته بالأمن المصري اتغيرت تماما، وتحول من عدو لحبيب، وبقى هو من المسيطرين على معبر رفح وعلى دخول الفلسطينيين منه لمصر. وبعد هدم الأنفاق بدأت شركته اللي أسسها تبقى المسؤولة الوحيدة عن دخول وخروج الفلسطينيين والمساعدات من مصر لفلسطين. العرجاني أثار الجدل وانتشر على السوشيال ميديا بشكل كبير، لدرجة أنه استفز واحد من أهم وأغنى رجال الأعمال المسيحيين في مصر، وطلع في تويتة وقال له لما يطلبوا منك فيش وتشبيه وانت رايح تقدم للشغل في أي مكان، ابقى قول لهم إن إبراهيم العرجاني كان خاطف ضباط شرطة في 2008 وكان موجود على طيارة زامبيا اللي بتهرب ذهب وسلاح،
ودلوقتي بقى رجل أعمال وشيخ ومهندس ورئيس اتحاد القبائل العربية، والدولة كمان في ظهره في أي حاجة بيعملها. إبراهيم العرجاني رئيس مجلس إدارة شركة مصر الصين للتنمية الصناعية والاستثمار. إبراهيم العرجاني لسه صندوق أسرار، ومهما دورنا على أسراره ما بتخلص. يا ترى انتوا كمان تعرفوا إيه عن إبراهيم العرجاني؟ أسرار كل يوم، لكل يوم لون، ولكل لون حكاية.